هنا سنكارا اتعامل بذكاء كبير رغم إلغاء الهدف. خط دفاع أوغندا فاكر إن المهاجم خارج اللعبة تماما علشان هو في المنطقة المحظورة أو واقع في الأوفسايد، ولكنه كان أذكى لأن قبل خروج الكرة من رجل الباك الشمال قدر يرجع خطوتين لورا علشان يضرب الأوفسايد، واتحرك بشكل عرضي علشان جسمه يكون معدول لما يستلم الكرة، والكرة فعلا بتتعمل وبيروح انفراد وبيراوغ الحارس ويسجل هدف فعلا عالمي. سنكارا افضل لاعب داخل قاره افريقيا حاليا يقدر يضيف للنادي الاهلي. موديست خارج اللعبه وسنكارا بديل سوبر. فكره انك تتعاقد مع مهاجم متواجد في اوروبا في شهر يناير مستحيله، لان مفيش فريق هيسيب لك مهاجم مميز مقدم ارقام مميزه معاه ويكمل الموسم بدونه، ولو سابه هتدفع مبلغ كبير لانه طبيعي جدا افضل مهاجم عنده. علشان كده ليه بقى ما تروحش افريقيا وتشوف مهاجم عنده الدوافع والامكانيات اللي تساعد الاهلي؟ طب يا صديقي سهله، المهاجم قدامك سنكارا ويليام كاراموكو، مهاجم ايفواري مواليد 2003 عنده 19 سنه، طوله متر 78 سم، بيلعب في اسك ميموزا الايفواري اللي سبق وطلع كريم كوناتي اللي متالق حاليا مع ريد بول سالزبورج، وعمر دياكاتي اللي بيلعب في نفس النادي ومقدم اداء مميز برضه. ولكن كلامنا النهارده عن مهاجم واحد يقدر يضيف للنادي الاهلي فعلا. الموسم اللي فات شارك في 19 مباراه، سجل 8 اهداف وصنع هدفين، بالاضافه انه سجل هدف مع المنتخب الايفواري تحت 23 سنه، وقدم مستوى فعلا كبير يدل انه مهاجم عنده مستقبل وانه واحد من المهاجمين اللي عليه العين من اوروبا. سنكارا عنده تنوع واضح، مميز في الانطلاقات والتحرك ما بين الخطوط، ده لانه سريع وعنده كنترول مميز جدا. موقف زي اللي قدامك ده يدل على اللي انا بقوله لك. سنكارا بينزل وبيشارك في تدوير الكوره علشان يهرب من الرقابه، ثم بيتحرك بشكل سريع جدا ما بين الخطوط ويسجل هدف برجله العكسيه مميز جدا، هدف يدل انه لاعب عنده قدره هايله جدا في التحرك ما بين الخطوط، مهاجم سريع ما شاء الله، مسدد هايل برجله العكسيه، وفعلا هو مهاجم ممتاز في الانطلاقات. بالاضافه انه لاعب ذكي جدا في تمركزاته داخل منطقه الجزاء. اللي بيميز هالاند مع سيتي انه لاعب داخل منطقه الجزاء بيتوقع مسار الكوره. طبعا مفيش مقارنه، ولكن سنكارا فعلا مميز في الحته دي، قدر يسجل اكتر من هدف بسبب الضغط وتوقع مسار الكوره، عنده فينش مميز ومسدد هايل برجله الاساسيه اليمين او حتى العكسيه، سريع جدا ولو لقى مساحه هيستغلها افضل استغلال، وده واضح في الموقف اللي قدامك ده. توقعه لمسار الكوره والضغط والانطلاقه بتاعته فعلا مرعبه لحامل الكوره. كمان بيقدر يحل بشكل فردي زي الموقف اللي قدامك ده، بيستلم داخل منطقه الجزاء، بيعمل فينت مميز ويسدد برجله العكسيه اللي هي الشمال ويسجل هدف. لاعب هادي جدا امام المرمى، لاعب الفينش بتاعه فعلا ممتاز. كمان لو احتاجته يشتغل كمهاجم محطه بينزل ويستلم ويحافظ على الكوره ويطلع الاجنحه بشكل جيد، بالاضافه انه لو استلم الكوره على احد الجناحين بيقدر برضه يحل، ولاعب عنده امكانيات مبشره فعلا. كمان انا بشوفه السوبر في الضغط العالي، لاعب بيضغط على حامل الكوره بشكل ممتاز ومرعب في الضغط بتاعه لانه بيقفل زوايا التمرير بشكل جيد، لاعب بيروح بسرعه كبيره وعنده قدره جسديه ما شاء الله مميزه في الالتحامات سواء الارضيه او حتى الهوائيه. انا شايف انه عنده مستقبل يقدر يقدم اضافه للنادي الاهلي ان شاء الله. لو انت شايف ان اللاعب ده مميز ويقدر يقدم اضافه للاهلي، اعمل لايك وشير للحلقه دي، واعمل هاشتاج لاي مسؤول في النادي الاهلي علشان يتفرج على اللاعب ونفكر فيه خلال المرحله اللي جايه. ومع نهايه الحلقه معلومه صغيره، التفكير حاليا ان اللاعب يتجه لاوروبا، وفي اكتر من نادي بيفكر في اللاعب سواء في سويسرا او النمسا او حتى فرنسا، ولكن الاهلي لو دخل في يناير يقدر يخلص اللاعب باذن الله. القيمه التسويقيه بتاعت اللاعب مش كبيره، واكيد هيكون حابب يلعب في النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا. لاعب صغير في السن وواعد، عنده امكانيات مبشره وبيقدم مجهود كبير في الملعب. هو فعلا خيار جيد جدا للاهلي لو انضم في يناير، والاستفاده هتكون كبيره جدا اذا انضم. ولو موديست تالق مفيش مشكله، ممكن محمد الضو كريستو يطلع اعاره ويجي بداله سنكارا لحد لما كريستو يكون له مكان في النادي الاهلي الموسم الجديد. المهم في يناير لازم يتم التعاقد مع مهاجم يقدر يقدم لك اضافه على مدار النص الثاني من الموسم. ولحد هنا صديقي انا خلصت كلامي، اتمنى تقول لي رايك في اللاعب وتقول لي هل هو اضافه للنادي الاهلي ولا انت شايف ايه. واخيرا اوعى تنسى توحد الله، لا اله الا الله، وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، واعمل لايك وفولو للصفحه الرسميه على فيسبوك اللي اسمها طوفان اهلاوي. نتقابل بخير يا حبايب، سلام.